سلام البنات، شلاكم مسكن ملاح. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. وصفة اليوم وصفة حلوى الثومة، حلوى جزائرية تقليدية تجي بزاف بنينة. اليوم جبتها لكم على طريقتي، تجي بزاف بنينة وتقعد أطول مدة الطرية، وفيها واحد البنية البنات ما نحكي لكمش بتقديم عصري. نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير. نحتاج لهنا رايح نبداو بالحشو. لهنا رايح نبداو بكريمة الزبدة اللي نحتاجو فيها 150 غرام تاع زبدة تكون طرية ولا بدرجة حرارة الغرفة، 100 غرام تاع سكر كلاسي، و50 غرام تاع كراميل ولا تحبوا شيكولا. كون تحبوا ديروا شيكولا في بلاصة الكراميل ولا تكملوها سكر كلاسي. البنات خلصنا طلعنا الكريمة، كريمة الزبدة تاعنا حطيناها من هيتك. لهنا تجيبوا عفوا بسكوي ولا جينواز ولا مسكوتة كيما انا كانت متوفرة عندي، رحيتها وحطيتها ترحى لازم مليح في الاشوار. لهنا عندنا كمية من الجوز ولا اي كمية من المكسرات، المهم تكون حسنة هكذا. البنات نتوما حسب المقادير ديروا البنات. لان عندنا هذيك الجينواز ولا هذيك المسكوتة تاعنا رايحين نديروها، نبداو نضيفوا على كريمة الزبدة تدريجيا البنات، ما نخليوش تكون حاكمة بزاف راح ما تكون يابسة باش ما يجيناش الحشو يابس داخل الثومة تاعنا. شوفوا البنات اللي هنا رايحه نسمى نديرها نلمها بيديا باش نعرف القوام المناسب. في سباتيل ما تعرفوش القوام المناسب. لهنا البنات هكذا كورتها، حسيت بلي راهي طريه، حبس من نزيد المسكوته تاعي اللي رحيتها. لهنا رايحه نبدا نوزن في الحشو تاعي 35 غرام. نوزنو البنات ونحطو في طابسي ونغطيه بابي فيلم مليح ونحطوه في الكونجيلاتور. نحتاجو الحشو تاعنا البنات لازم يكون جامد. لهنا عندنا 200 غرام تاع لوز لازم يكون البنات بودر، نحتاجو هكذا بودر. نزيد نضيف على اللوز تاعي 190 180 غرام تاع سكر كلاسي، ورايحة نخلطوا هذا المقادير مع بعض في الرحاية ولا في الأشوار ثاني باش يدمجوا هذا المقادير اللوز والسكر تاعنا مليح. من الأحسن في الأشوار البنات خير، ولا نتوما عاودوا صفيوهم غير في الصفاية، هذا ما كان حبيت نزيد نديرهم في الأشوار. كما شفتوا البنات درتهم هكذا واحد الزوج دقائق برك الاشوار. ولا انا رايحه نجيب الغربال ولا الصفايه نصفيهم ثاني مليح هكذا باش نتاكد ما يكونوش كاين حبيبات خشان ولا حاجه اللي رايحه تشوه لاباط تاعنا تاع اللوز. لهنا رايحين نديرو غرفه صغيره تاع ملون ابيض باش ما يمدلنا هذاك اللون الابيض الناصع للثومه تاعنا. غرفه صغيره تكون مملوءه تاع زبده، وغرفه صغيره تاع غلاكوس تكون ثاني كبيره. لهنا حين هذيك 10 ولا 20 غرام تاع السكر كلاصي من السكر كلاصي على جال الغلاكوس، خاطرش الغلاكوس ثاني حلو. كي نديرو بزاف من الغلاكوس ونديرو بزاف من السكر راهي تجي بزاف حلوه البنات، عليها نحينا هذاك شوي. وانتم لكم الاختيار البنات، اني فهمتكم علاش نحيت شوي هذاك من السكر. قلت لكم البنات درنا الزبده درنا الغلاكوز وبلا ما ننساو لافاني باش تمد هذيك الريحه المليحه. ورايحين نلموا لاباط تاعنا تاع اللوز بالماء الزهر. النوعيه لازم تكون البنات مليحه باش تعطيكم ريحه مليحه، وثاني يتلم لكم العجينه تاعنا تكون هكذا طريه البنات بهذا القوام. رايحين نبداو نوزنوا فيها اللي رايحه تكون 45 غرام اللوز تاعنا. نكورهم ثاني البنات حبات هكذا. والحشو تاعنا البنات يكون في الكونجيلاتور، نحتاجوه جامد باش نقدروا نخدموا به. نكمل نكورهم كامل بهذه الطريقه البنات ونحطهم ونبداو بالمرحله الاخيره. ولنا البنات راح نحل لاباط تاعي تاع اللوز بهذه الطريقه، ونحط فيها الحشو اللي رايح يكون جامد البنات باش يعاوننا في الحلال، ونكورها بهذه الطريقه البنات ونبدا. لانا البنات الحبه الاولى هذه راهي ما تصورت ليش راني حطيتها لكم لهي.
لهنا رايحة نزيد ندير معاكم حبة ثانية بنفس الطريقة، نحلوها مليح، نحطو فيها الحشو ونسكرو مليح ونكوروها، نديروها هكذا كويرة متساوية ما يكونوش فيها أي حاجة. بهذه الطريقة البنات رايحين نقسموها، تحبوا البنات تخليوها ثومة هكذا كيما تاع زمان وتزيدوا ترمدوها في السكر، لكم الاختيار. من أنا حبيت ندير في صوص الثوم بهذه الطريقة بالحاشية تاع البانسو تاعي. رايحة نزيد نحدد مليح هذوك الخطوط اللي درناهم بهذه الطريقة، انكم تحكموا البانسو تاعكم وتقعدوا تروليو فيه في هذيك الجهة اللي محدين الفص تاع الثوم. بهذه الطريقة البنات نتمنى ان شاء الله يكون وصلكم الشرح تاعي. تحكموا البانسو برك وين هذاك الفص تاع الثوم تقعدوا تدوروا رايحين تحصلوا على فصوص الثوم بهذه الطريقه البنات. ولا هنا الناكري الابيض تاعنا رايحين نزيدوا الرمل ثم نزيدوا نديروا به باش تبان حبه الثومه تاعنا مليح. وبالنسبة للتزيين رايح يقعد اختياري البنات، فشوش الورد ولا هذا الورد ولا الورد تاع عجينة السكر، لكم الاختيار. اللي هنا راح نزيد معاكم حبة نحلو لاباط تاعنا تاع اللوز بهذه الطريقة، نحطو الحشو في الوسط، ندورو الحبة تاعنا تاع اللوز مليح هكذا نسقموها، ونبداو بالكوبات ولا بالحاشية تاع الكوبات ولا بأي حاجة تقدروا تقسموا بها هكذا وتسمى دير لكم. شوفوا البنات لهنا البنسو تاعي كيفاه راني ندور فيه، شوفوا لهنا طريقة يبانت خير. وبهذه الطريقة رايحين تتحصلوا على فصوص الثوم اللي رايحة تكون حبة الثومة تاعكم طروة دي. بهذه الطريقة البنات نتمنى ان شاء الله يكون الشرح موضح وحتى الصورة راهي موضحة. بهذه الطريقة البنات تتعاملوا غير معها بشوي، تخدموها بشوي وريحة تخرج لكم روعة يا البنات. بهذه الطريقة نتمنى ان شاء الله يكون الشرح مفهوم وصورة ثاني موضحة. بالناكري الابيض رايحة نزيد ان كيف يقولوا البنات نبنتروها ولا ما على بالي. المهم البنات راح نزيد بناكري ابيض ولا ذهبي لكم الاختيار، انتوما واش كان متوفر عندكم. نزيدو نديرو هكذا بالبانسو تاعنا يكون مليح، انا البانسو تاعي صغير ما ساعدنيش. والتزيين قلت لكم ورد ولا فشوش الورد ولا بعجينة السكر، كل واحد والتام تاعها ولا المناسبة تاعها. شوفوا البنات اللي راح نقسم لكم حبة الطراوة في قمة، وبلا ما نحكي لكم على البنة، بلا ما نوصف لكم حلويات الجزائرية التقليدية بنتهم وجمالهم، وكي يتحطوا في الطابلة يزيدوا النص والنص في مع الحلويات قد ما يجيو العصرية يبقى الحلويات الجزائرية التقليدية هما البنة وهما الجمال البنات. ان شاء الله يكون نال اعجابكم وصفة اليوم وتجربوها، تكتبوا لي في الكومنتات. ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناة حلويات ماشا. وما تنسوناش بلايك شباب كيفكم. ما بقى لي غير نقولكم بسلامة في الفيديو الجاي ان شاء الله.